مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم الريفيو المنتظر، الناس كلها مستنياه، وهل هو حلو او وحش، ايه مميزاته، ايه عيوبه، ايه مشاكل فندق زيا ريجينا، الفندق الاكثر طلبا والاكثر جدلا خلال الفتره اللي فاتت وخلال السنه اللي فاتت، عشان هو فئه سعريه جميله جدا مناسبه لكل الفئات. وكمان شفنا ريفيوهات كتير وحشه عليه وشفنا ريفيوهات كتير حلوه عليه. انا جاي اعمل ايه النهارده؟ جاي احسم لكم الجدل واقول لك كل مشاكل وعيوب الفندق بكل شفافيه وكل صراحه وكل وضوح، وانت قرار ليك في الاخر. هل هتشوف المشاكل ديت والعيوب دي مناسبه ليك فانا وافق اروح الفندق ولا لا؟ فالقرار يرجع لك انت في الاخر. لو انت مهتم بالفنادق والفسح والسفريات تابعني واعمل لايك للفيديو، وما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا، انا بعد زيارتي للفندق دوت وبعد ما رحت وزرته 4 ايام 3 ليالي هقدر اقول لكم نتيجه اجماليه عليه. الاجمالي كفندق دوت، انا اول ما دخلته الفندق كبير جدا، مساحته حلوه قوي، مساحات خضراء كتير، الفندق من بره نظيف جدا. انا كنت حاجز غرفه في الريجل، مبنى الريجل، المبنى بتاع الريجل دوت كان مبنى كله نظيف، الغرفه كانت نظيفه جدا، غرفه فندقيه زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصور. من اول ما تخش تحس ان انت في فندق 5 نجوم. كان الكاتل موجود، الشاي والقهوه، النسكافيه، ركن كده كورنر كده ميني بار صغير، الحمام كان كبير وواسع. هتخش تشوف الاوضه جوه، الاوضه حلوه، فيها سريرين واسعين، شاشه، طبعا فيها ثلاجه، الثلاجه فيها كل المشتملات اللي انت عايزها. كل يوم كانوا بيحطوا لي ازازتين ميه، كل يوم كانت الغرفه بتتنضف. يعني كنت احط لهم ميك ماي روم دي، كنت كل يوم اطلع الاقي الغرفه متنضفه ومتروقه ومغيرين لي الفوط ومغيرين لي البشاكير ومغيرين لي كل حاجه. تخش جوه على البلكونه جميله، الاطلاله حلوه جدا، كان يميني كده على البحر والاطلاله قدامي بتبص على البول وتبص على الاكوا بارك والمساحات الخضراء كتيره جدا. فانا كمبنى ريجل ومبنى وغرف السوبريور ما كانش في عندي فيها اي مشكله. الغرف الستاندرد كان بعض المشاكل شويه، الناس كانت بتقول ان هي كانت متهالكه شويه، لكن كانت نظيفه وما كانش فيها اي مشكله. وكان برده الروم سيرفيس شغال عليها وبينظفها لو انت طلبت النظافه. لكن انت هناك في 3 انواع غرف، ستاندرد، سوبريور، وريجل. الستاندرد اقدر اقول لك هي دي بس اللي هي ارخص سعرا، هي المتهالكه شويه وتعبانه شويه، لكن هي كويسه ونظيفه. السوبريور نظيفه مع اطلالات مختلفه، والريجل نظيفه باطلالات برضو مختلفه. كمان لو دخلنا بقى وبصينا على البحر، فالبحر بتاعه كان اوله كده صخري شويه، مش رمل 100% من اوله، بس لما بتخش جوه الميه بتبقى في طول كويس، والميه بتبقى رمليه، واقف على ميه رمليه، مش محتاج شوز قوي، انت تقدر تنزله برجليك وهتتبسط وتستمتع بمنظر الميه ومنظر اليخوته والشمس الكتير الموجوده والشازلونجات والقعدات الكتيره اللي كانت حلوه. فالبحر برده كان من الحاجات المميزه اللي موجوده في الفندق دوت. كمان مميز في الفندق دوت حمامات السباحه، فهو كان في اكتر حمام سباحه، واحد عند الاكوا وواحد عند البار والمطعم. ده محدش بينزله واصلا ممنوع النزول فيه، وهم حاطينه زي ديكور كده اللي الناس كانت بتصوره وتقول الحمام مش نضيف ووحش ومتوسخ. فده كان بول اصلا مش للنزول، كان محطوط كده منظر. البولين الموجودين جوه في الفندق، واحد بتاع الاكوا كان نضيف وحلو وفيه يصلح للكبار والاطفال، ونفس الكلام برده البول اللي عند البار برده مهم جدا، كان برده كبار واطفال، البول كان نضيف.
الميه فيه كانت نظيفه، المساحه ما كانتش زحمه، كانت كل الناس نازله في البول وكانت الدنيا مقضيانه وزي الفل. والاكوا بارك بتاعت الكبار كانت تشتغل مرتين في اليوم ساعتين 3 وتريح شويه وبعد الغدا تفتح ساعتين 3 تاني، فده كان مده حلوه. الاكوا بارك بتاعت الاطفال كانت جميله جدا زي ما احنا شايفين، اطفال كلها من عمر سنتين لغايه عمر 6 و7 و8 و10 سنين بيلعبوا فيها زحاليق ويتبسطوا. وطبعا في ناس جارد واقف وبيأمن كل حاجه وبياخدوا بالهم اول على طول لو في اي عيل هيغرق او هيحصل اي حاجه او عدى منطقه خطر، كانوا بيصفروا وينادوا اهله وينبهوه ان انت المكان دوت مش يصح ليك. فكانت النظافه حلوه، حمامات السباحه حلوه، والبحر حلو، والغرف حلوه. طب ايه هي بقى المشاكل يا مستر بشوي؟ اقول لكم بقى ايه هي المشاكل. انا بالنسبه لي ما واجهتش مشكله واحده مع الاستاف غير وقت التسكين. وقت التسكين ده بيتهيألي برده ما كانش معايا انا بس، يعني وقت التسكين بصراحه احنا طولنا شويه في غرف ما كانتش عاجبانا واضطرينا ان احنا نرجع ونبدلها. كان في 2 واقفين في الريسبشن، الاثنين دول طبعا الضغط مش هقول لك انهم مش محترفين، بس ممكن يكون من كتر الضغط الشغل عليهم وهم 2 لوحدهم فكان الموضوع لود زياده عليهم. فكان كل اي حد يروح يكلم بتاع الريسبشن يقول له ارجع للشركه بتاعتك، كل يقول له ارجع للشركه بتاعتك، وطبعا خناقات ونرجع للشركات ومشاكل. فهي دي كانت وجه المشاكل اللي كانت موجوده. كانت معامله الاستاف على الريسبشن بصراحه ما كانتش افضل حاجه، لولا طبعا مستر احمد هناك كان اللي هو المدير هناك كان مسؤول وكان حد متعاون جدا، وكان كل ما نخش له مشكله كان بيحلها لنا. لكن عايز اقول ان كان في مشكله فعليا حرفيا موجوده، بس انت لو عديت مرحله الريسبشن ودخلت الفندق فانت جوه، اوعدك ان انت هتتبسط جوه جدا. طيب ايه المشاكل التانيه؟ هقول لك بالنسبه للاكل. الاكل الناس كلها عماله تقول اكل وحش وحش وحش، انا بقول لك الاكل مش وحش. المطعم كان 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء. الفطار ما كانش عليه اي مشكله، الفطار كان جميل جدا، جبن وبيض وبانواع مختلفه وسلطات وحاجات وعصاير طبعا والحاجات دي. الفطار ما كانش فيه اي مشكله. الغدا والعشاء كنا بنخش مش بنلاقي الاكل البوفيه كله جامد جدا، بس كنت بتلاقي الحاجات الحلوه اللي انت تقدر تاكلها. وطبعا محدش بياكل اكتر من بطنه يا جماعه، يعني احنا كنا بنخش في الغدا وفي العشاء بنلاقي الحاجات اللي هي بتعجبنا. كان كل يوم بيبقى فيه مشويات بانواع مختلفه، كنا ناخد مثلا الجزء المشوي مع شويه رز ابيض مع شويه طحينه مع شويه سلطات، فالاكل كان بيتاكل اكل حلو. نخش برضه على الحلويات، كان بيبقى في حلويات كتير، مش كل الحلويات بتعجبنا. كان في نظام الجاتوهات دي مثلا ما كانتش عاجبانا، بس كان عندهم مثلا بيعملوا حلويات شرقيه دي كانت حلوه، والبسبوسه حلوه والجلاش حلو، والحاجات الحلويات الشرقيه كانت عندهم حلوه. كان بيجي اوقات برضه يعملوا الفراخ بطريقه مش كويسه، واوقات يعملوها بطريقه كويسه، فناخد الطريقه الكويس. اللحوم نفس الكلام، مره يشوي ومره عادي مره. فانت كنت بتخش البوفيه، مش هقدر اقول لك ان الاكل كله وحش، بس لا كنت بلاقي في البوفيه اكل كتير حلو اقدر اكله واشبع انا واسرتي. وكنا في كل الوجبات في كل الايام. دخلنا مطعم الاكارد برده كان الاكل بتاعه كويس جدا، ده طبعا كان بيفوت بتكلفه اضافيه بس هو كان كويس برده واكله كان نظيف. فانا شايف ان الاكل في المجمل نضيف. الفندق بقى في المجمل على بعضيه انا شايف ان هم لو اختاروا ستاف محترف شويه واهتموا شويه بالبوفيه، الفندق ده يبقى 5 نجوم وسعره يبقى ضعف السعر دوت، عشان السعر دوت انا شايفه حلو جدا جدا بالنسبه لمستوى الفندق. لما انا اروح بقيمه زي ديت، انا كنت في اول 6 رحنا بقيمه اللي هو 3.5 الفرد اذا كان السوبريور او الريجل، مع الحفلات بقى الليليه كل يوم كانوا يعملوا لنا حفلات مختلفه. ده في يوم عملوا لنا فوم بارتي، وكان البسين كله كان فوم وكله اغاني شغاله ولعب وتنطيط. كل يوم كان في حفلات للاطفال، مره رقص شرقي، مره حركات ومسابقات وساحر فالفقرات كانت حلوه. حمامات السباحه حلوه، والبحر حلو، والاكل متواضع ويتاكل وحلو، والغرف كويسه، وكل ده بالسعر ده. فانا اقدر انا بالنسبه لي اقول اني لا، انا اروح بالسعر ده اللي معهوش ان هو يدفع ازيد ويروح حاجه اقيم واعلى واكبر. فانا شايف ان هو قيمه حلوه جدا مقابل السعر. طبعا الاراء بتختلف، انا كده وضحت لكم الصوره كامله كانكم رحتوا الفندق. ايه هي عيوب الفندق؟ قلت لكم الاكل متواضع، معامله الاستاف ما كانتش افضل حاجه وما كانتش محترفين فيها، لكن الفندق ككل وكنظافه وكغرف وكالكلام ده انا شايف ان هو فندق كويس جدا. طبعا القرار في الاول في الاخر بيرجع لكم انتوا، انا وضحت لكم الصوره كامله وكل واحد يشوف القرارات دي، الحاجات دي، العيوب دي، المميزات دي مناسباه ولا مش مناسباه. مناسباك اتكل على الله واطلع، بس استحمل بقى اللي هيحصل في الريسبشن وعديه، وجوه اوعدك ان انت هتتبسط. لو ان القرارات دي او العيوب والمميزات دي مش مناسباك فانت شوف فندق تاني من دلوقتي. يا رب اكون وضحت لكم الصوره كامله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتتابعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الجرس في كل جديد، وشكرا.